هل تعلم كيف مات الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه؟ تعرض الإمام البخاري لاضطهاد شديد في نهاية حياته من حكام المدن الإسلامية، وتحديدا في شرق العالم الإسلامي، وتحديدا في نيسابور وسمرقند وبخارى، وهذا لأسباب كثيرة، منها أنه كان يرفض أن يذهب إلى أصحاب القصور، وكان يقول العلم يؤتى إليه ولا يذهب به للأبواب. وكذلك من هذه الأسباب هي حسد البعض من شهرته وسيرته الطيبة. لما بلغ الإمام البخاري من العمر 62 سنة جاءه أمر مهم، وصلته أوامر حاكم نيسابور أن يغادر المدينة وأنه غير مرغوب فيه. ماذا يفعل الإمام البخاري وعمره 62 سنة؟ في هذا العمر رجل كبير السن، فهاجر منها حتى وصل إلى مسقط رأسه بخارى، فاستقبله الناس على الطرقات بالورود والأموال والسكر، ونثروا عليه الأموال والسكر رحمة الله تعالى عليه. لكن سرعان ما غضب من شهرته حاكم بخارى، وأرسل بأمر ألا بد أن يخرج الإمام البخاري الآن من بخارى، إنه الحسد، لابد أن يخرج من بخارى الآن. فلما جاء هذا الأمر كان لابد أن يخرج من بخارى ويطرد من بخارى كما طرد من نيسابور. فوصل مبعوث حاكم المدينة لبيت الإمام البخاري يطلب منه بشكل عاجل أن يترك المدينة الآن وليس بعد. لم يترك حتى مهلة ليجمع كتبه ويرتبها، حتى أنه حمل كتبه وجلس على مشارف المدينة يرتب كتبه رحمة الله تعالى عليه 3 أيام، ثم بعد ذلك لا يعرف أين يذهب. ثم انطلق الإمام البخاري بعد ذلك إلى سمرقند، فلما وصل لم يقبل أن يدخل المدينة نفسها، بل ذهب إلى قرية من قراها ليستقبله رجل من أهل الفضل وأهل العلم، إنه إبراهيم بن معقل. ولكن لم يمر وقت طويل حتى وصل الحرس لأبواب البيت الذي نزل فيه البخاري، وأوامرهم في هذه المرة، أوامر الحرس في هذه المرة أن يخرج البخاري من سمرقند. لا بد أن يخرج البخاري من سمرقند ونواحيها وقراها. وكانت هذه ليلة عيد الفطر، فماذا يفعل البخاري رحمة الله تعالى عليه؟ هل ينتظر ليكمل العيد ثم بعد ذلك يخرج بعد العيد، أو يخرج الآن؟ الأوامر كانت أن يخرج الآن. فلم يقبل الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أن يتسبب بأي أضرار لهؤلاء القوم الذين أكرموه، فإذا به ينوي الرحيل رحمة الله تعالى عليه. فبدأ يساعده رجل من أهل الفضل والعلم، إنه إبراهيم بن معقل، بدأ يجهز له دابة وعليها الكتب والأشياء التي كتبها البخاري، وجهز دابة ثانية ليركب عليها الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. ثم عاد ابن معقل للبيت وبدأ يخرج الإمام البخاري، والإمام البخاري متعب لا يستطيع أن يقف على قدمه. ثم اتكأ عليه البخاري، وبينما هم يخرجون حتى مشوا بعض الخطوات فشعر البخاري بالتعب، فاستأذن من إبراهيم بن معقل أن يستريح قليلا، فنام رحمة الله تعالى عليه. بعد 20 خطوة نام رحمة الله تعالى عليه. فلما نام جاء الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وهو نائم يوقظه ابن معقل، فلم يستيقظ البخاري. لقد مات الإمام البخاري. مات الإمام البخاري على جانب الطريق ليلة عيد الفطر يوم 1 من شوال عام 256 هجريا، وهو مطرود من مدينة وأخرى وثالثة، وقد تجاوز عمره 62 سنة محتسبا لله عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليس منعما في القصور ولا منعما بالأموال، إنما مطرودا رحمة الله تعالى عليه من حكام هذه المدن. لكن الآن لا يعرف الناس أسماء حكام هذه المدن، سواء حاكم نيسابور أو سمرقند أو بخارى، ولكن يعرفون من هو البخاري.